يا صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب يكون يومكم سعاده وهنا وطاقه ايجابيه ان شاء الله. فيديو النهارده هيكون عن الفراخ المشويه بالخضار بتاعها. زي ما انتم شايفين جميله جدا، والتتبيله هتبقى مميزه غير التتبيلات اللي انا عملتها قبل كده. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. بس يا ريت بعد اذنكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها عشان يوصل لكم اشعارات بوصفات الجديده اول باول. يلا بينا بقى نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. اول حاجه عندي في الطريقه طبعا هي تتبيله الفراخ، وطبعا هنعملها بتتبيله مميزه. زي ما انتم شايفين عندي معلقه ونص من الكبيره من الزبده الطريه. هحط عليها معلقه صغيره من الملح وكمان رشه من الفلفل الاسود، وكمان عندي نص معلقه صغيره من الثوم البودر ورشه من القرنفل المطحون، بتدي طعم حلو قوي للفراخ. وكمان عندي بهارات مشكله ورشه من الزعتر، وبقلب الكلام ده كله. وكمان عندي رشة من البابريكا، وعليهم بقى معلقة صغيرة من معجون الطماطم، بتدي لون حلو قوي. كده خلصت معانا. جبت الفراخ غسلها كويس جدا ونشفتها طبعا ميتها بالمناديل زي ما انتوا حضراتكم شايفين بمناديل المطبخ، وغسلها كويس جدا بالملح والخل والليمون وزي ما انتوا حضراتكم عارفين طبعا. ومسكت التتبيله ودعكت بيها التتبيله الفراخ طبعا من بره ومن جوه ومن تحت الجلد. خلصتها. طبعا عندي خضار اللي انت حباه، الخضار اللي حباه اعمليه. انا حطيت بصل وكمان جزر وكوسة وبطاطس وفلفل. طبعا حطيت عليهم معلقة من التتبيلة وقلبتهم كويس جدا، وزودت عليهم كمان رشة من الملح وكمان فلفل اسود. حطيتهم بقى في الطاجن البايركس. حطيت الفرخة زي ما حضراتكم شايفين وبغطيها طبعا بطبق ورقة زبدة عليها ورقة من الفويل، وحطيتها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. طبعا الخضار بينزل ميته، مش محتاجة اي مية، لو محتاجة ممكن تحطي لها نص ربع كوباية مية. ما شاء الله طلعت جميلة جدا معانا وتحفة، وطبعا الخضار بتاعها جميل جدا ومنكه بالزعتر والكلام التوابل. وحطيت احطي معاها رز ابيض او رز مفلفل براحتك خالص. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهوله. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.